بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحية لكم محبي متابعي قناة كل العرب لتربية النحل على اليوتيوب، إخواني وأصدقائي في جروب أسرار النحل على الواتساب. ربي يسعدكم يرزقكم يعطيكم ما تتمنون. أمنياتي لكم دوم إن شاء الله بدوام الصحة والعافية والموفقية ورزق الوفير. ربي يبعد عنكم الغلاء والوباء، اللهم آمين آمين آمين. إخواني وأصدقائي، شكرا لكم. دائما تتفقدوني وتسألون علي ليش ماكو فيديوهات، ليش ماكو دعم لوجستي من عندك، ليش ماكو شرح، ليش كثير مواضيع احنا متكلمين بيها حقيقة، وكثير حاسبين لها وعدي لها فيديوهات ومتكلمين عنها وشارحين عنها. تدرون احنا نمر في فترة، مو احنا يعني اذا نقول احنا والنحل مالتنا دا نمر بفترة عصيبة جدا. ارتفاع درجات الحرارة بمعدلات عالية قوية، مو تأثر بس على الإنسان. شوف الإنسان ايش يصير بيه. يعني أوروبا 31 مقابلين المي ومبربعين بالمي، احنا دا توصل عندنا 45 و48 و49 وحتى ال50. زين هو هذا كائن حي، حشرة هاي، زين الله يساعدها. يعني على قولة صديقي مربي النحل صاحب مناحل الكرم ليش ايسن، يقول اصلا اذا طلع النحل من هاي الصيفيه مسوي علينا فضل، مسوي علينا منيه، يعني مان علينا انه هو هذا السنه يعني اجتاز الصيف. وفعلا الصيف هو اشد يعني من الشتاء على النحل. يعني الشتاء ممكن تدفيه، ممكن تعطيه عجينه، ممكن تقدم له، لكن الصيف يعني ما بيدك شيء غير انك تخليه بالظل وتقدم له الماي. وهذا يعني ياخذك الى موضوع رئيسي، انه اول شيء احنا من فرزنا العسل المفروض نحسب حسابنا انه ما نرفع العسل كله ونخليه قسم من عنده غذاء له، او نروح على موضوع ثاني اللي وهو انه المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، قاعده شرعيه. يعني اذا انت بالصحراء وما لقيت مي ولقيت بس خمر تشرب، نعم تشرب بقدر يعني الرمق مالك، بس على مود تظل طيب. لقيت خنزير تاكل لحم خنزير، واحنا بالشريعه الاسلاميه محرم علينا لا اكل الخنزير. تاكل خنزير نعم اكل، لكن بقدر يعني يسد رمقك، خليك بس طيب. يعني خلينا نقول مثلا فقط ان تبقى على قيد الحياه. احسنت. فهذا الموضوع ياخذنا الى التغذيه السكريه. التغذيه السكريه منها راح نستفاد منها وتكون بها شقين. الشق الاول انك توفر غذاء للنحل، والشق الثاني انك تساعد النحل ان يجلب ماء الى الخليه من اجل ان يحافظ على درجه حراره ورطوبه الخليه. بهذه الاوقات تكثر مشاكل اعداء النحل، مثل الدبور الاحمر اللي ما يعالج. بداية الانطلاقة مال الملكات من تخرج من السبات في الشهر الرابع والخامس، يستفحل عنده مثلا الدبور الأحمر، فتشوفه 24 ساعة الدبور الأحمر عند المنحل مالتك، ويأثر على النحل وعلى سروع النحل. أيضا الوروار اللي ما له يعني أي شارة، لو تسمه لو تظل قاعد بالكسرية، لو تظل بالصشمية تطقطق بيه. وهاي لو مثلي أنا طير للطيارة ويجون الجماعة علي عبالهم ما نشوف شو اسوي. هذا موضوع ارتفاع درجات الحرارة. يعني أفضل شيء أنك توفر له ظل وتوفر له الماء، فتخلص من هذا الجانب وتحاول أن يعبر محنة الصيف. محنة الصيف يعني محنة عجيبة غريبة، لأن تقلبات المناخ أثرت على مشاريع تربية النحل بصورة كبيرة جدا، والتصحر. ولهذا السبب كنا ننادي ونقول احنا لازم نزرع ولازم نكثر من الأشجار. وراح يجيك واحد يقول لك والله ماكو ماي، والله يعني شيء مرتبط بشيء. المهم، الموضوع الثاني موضوع نفوق الخلايا أو هجرة الخلايا من الصناديق. حقيقة هناك موضوع مهم جدا أخوان، هو يعني سبب هجرة الخلايا وسبب موت النحل. النحل يموت من شيء واحد، يموت من الجوع.
ما يموته غير الجوع. إذا كان عنده غذاء راح يقدر يدافع عن نفسه ويقدر يتأقلم ويقدر يرتب ويقدر. أما إذا ما كان عنده غذاء ما راح يقدر يسوي شيء، ما راح يقدر يعالج، ما راح يقدر يتواصل ويا باقي يعني أفراد الخلية على مود يرفع درجة الرطوبة ويجيب ماء وينقل ويدار الحضنة ويأكل الملكة وكل هذه المواضيع. فتشوف النحل يترك المكان من الجوع. دائما احنا ملاحظيها، اذا مكان ما بي غذاء، ما بي مرعى جيد، النحل يهرب، يعوفه الصندوق ويطلع من المكان اللي هو بيه. هذا دائما ياخذنا الى مأخذ ثاني لازم نفكر به حقيقة، وهو انه احنا بالنسبة لنا في مجال تربية النحل يجب ان نكون واعيين وفاهمين جدا لشنو لطبيعة المنطقة اللي احنا نضع بها المنحل مالتنا او اختيار المنحل. بالسابق انا متكلم على نجاح مشاريع تربية النحل تعتمد على 3 محاور، والرابع المهم هو التسويق. قلنا اول شيء مرعى، ثاني شيء سلالة، ثالث شيء مربي نحل. أنا أقلبها بالعكس، أقول أول شيء أفكر بمربي النحل. ليش؟ إذا كان مربي النحل جيد جدا راح يختار مكان جيد، وإذا كان مربي النحل فاهم لكل هاي المواضيع راح يختار سلالة. فعاتق يعني الموضوع اللي يقع على عاتق مربي النحل هو من أهم المواضيع، لأن هو اللي راح يسيس وراح يسير وراح يكون بالصورة اللي تكون يعني حقيقة تخرج بها نتيجة بسبب انه هذا مربي النحل. اي ما شاء الله تبارك الله، هذا مربي النحل هو اللي راح يحاول يخرج بالمشروع الى النتائج الجيدة. المهم ارتفاع درجات الحرارة كيف نعالجها؟ نعالجها انه نقوم بتغذية الخلايا مالتنا بالمحلول السكري اللي هو مخفف 1:1، حتى ممكن 1:1.5. يعني مجرد ان يستهوي، بس مجرد مذاقه حلو على تستهوي هذه الحلا، ويجي يجيب الماء ويدخل الماء لداخل الخلية. على المود يدخل داخل الخلية لازم اول شيء لازم نساعده ان يدخل الماء هذا داخل الخلية حتى يقدر يرفع من درجة الرطوبة ويحافظ على درجات الحرارة داخل الخلية. نرفع الإطارات الزايدة، هاي ما بيها مجال، احنا ما رفعنا الإطارات الزايدة لأن الموضوع عندنا غير موضوع. نضغط الخلية، ندمج الخلايا التعبانة، كل هذه قرارات يقوم بها مربي النحل وبسرعة ممكنة حتى يدخل للخريف وعنده نحل قوي. وبالخريف راح يجيب عسل أكيد، وبالخريف راح يصير عنده إحلال أكيد، وبالخريف راح يصير عنده ذكور أكيد، وبالخريف راح يصير عنده ملكات، وهاي الملكات راح تخليه يفكر غير تفكير، وراح يشوف ملكات الخريف كيف هي قوية وجيدة جدا تضاهي ملكات الربيع. وبالخريف الأغلب يعني النحل اللي يسوي إحلال راح تشوف الملكة تدخل إلى الشتاء وتدخل إلى الموسم بقوة وتدخل بهمة عالية. ليش؟ جديد إلى يعني وزنه وإلى طعمه. سهمكم العافية. أتمنى من الله سبحانه وتعالى دوما إن شاء الله الصحة والعافية للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.